عايزين نستفاد النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المهندس محمد سلامه وكيل وزاره الري على وصول، المهندس حسن صفوان مدير اداره توجيه المائي بشرق الدلتا، المهندس طه نافع مدير الاداره على وصول برضه، مهندس عبده سليمان مدير التوجيه المائي بالتقاليه ودمياط. مرحبا بك على ارض انتماء الامدين. المهندسه سمر السيد عبد العزيز رئيس هندسه انتماء الامدين، مرحبا بك. المهندسه منى زغلول دكتوري مدير التقييم والمتابعه بوزاره الري. بدايه قبل كل شيء لازم ارحب بكل الروابط المائيه اللي موجوده وكل تنفيذيين الساده رؤساء الادارات والساده رؤساء الوحدات المحليه. تباعا ان شاء الله هنبدا ونرحب فيكم. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الندوه تكون موفقه وتكون على قدر المسؤوليه ونقدر نستفاد بيها ابناء مركز انتماء الامدين. يعني بدايه هبدا على طول بفضيله الشيخ عبد الفتاح السقا نائبا عن الدكتور محمد قاسم مدير اوقاف تمي اللي مشرفنا النهارده بكلمه عن اثار الميه وكلمه كويسه من اوقاف تمي الامدين. لله الحمد رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر في البدء من قام بهذه المبادرة الطيبة، ونشكر للسادة الحضور حضورهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة التوحد ونعمة التجمع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لأمتنا ولبلدنا الكريم. الكلام عن الماء ليس من قبيل المصلحة وليس من قبيل المنفعة. نحن هنا لنؤسس مبدأ رئيسي ودعامة أساسية من دعائم الإسلام دعامة أساسية من دعائم الإسلام وجهنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحينما تعامل الإسلام مع الماء تعامل معه على أنه أغلى مفقود، فإذا فقد الماء اشتريناه بأغلى ما عندنا، وبأنه أرخص موجود فإذا وجد تعامل معه بعض الناس تعاملا لا يليق بالإسلام ولا يقبله الدين في أي أمر. فالله تبارك وتعالى إنما استخلفنا في هذه الأرض لنعمرها، وجعل كل شيء يفسد هذا العمران
ملكية عامة، والإسلام يحاسب على من يغلل في الملكية العامة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فأي تلوث وأي مخالفة لهذه النعمة التي منحنا الله إياها لا ننظر عليه على أنه خطأ في الاستعمال أو جناية أو إسراف، وإنما إسراف حرمه الله تبارك وتعالى ويعاقب عليه الإسلام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ماءنا وأن يحفظ على مصر أمنها وأمانها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. شكرا الشيخ عبد الفتاح نائبا عن الدكتور محمد ياسر مدير اوقاف تيمية الأردين. شكرا للكلمه.